السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في فيديو جديد، وأخيرا الأهلي بيعود لسلسلة الانتصارات بعد غياب 3 لقاءات. ومش بس كده، ده كمان الشناوي بيصالحنا بتصدي ضربة الجزاء. وعلى رأي الكابتن أيمن الكاشف مفيش فريق بطل إلا بحارس بطل، والشناوي بطل. الشناوي امبارح بيصالحنا وبيتصدى لضربة جزاء كانت ممكن تغير المباراة 180 درجة. من الرغم ان الاهلي كان كسبان 2-0 وكان ممكن كمان يجيب اكتر من كده، لكن لو ركله الجزاء بتاعت اسوان جت كان المباراه كانت هتبقى صعبه جدا على النادي الاهلي. لكن الحمد لله الشناوي قدر يصدها. وحسين الشحات العالمي عمل امبارح هاتريك اسيست. حسين الشحات بدأ من زمان اللي هو يعيد مستواه، وحاليا هو بدأ يجيب فورمة كويسة. هتمنى ان حسين الشحات تستمر على كده. امبارح عمل 3 اهداف اجمل من بعض، سواء هدف كهرباء او هدف احمد عبد القادر او كمان هدف قفشه. وبخصوص الناس اللي بتسأل على تجديد عقد حسين الشحات، خلاص الاهلي اعلن بشكل رسمي اللي هو خلال الفترة القادمة حسين الشحات هيجدد مع النادي الأهلي. يعني حسين الشحات مستمر مع الأهلي وكمان هيجدد 3 لاعبين: محمد هاني وأيمن أشرف وياسر ابراهيم، زي كمان محمود متولي وكذا لعيب. يعني الاهلي هيجدد كل النجوم اللي حاليا اللي معاه في الفريق، مش هيفرط في اي حد. ودي حاجه كويسه جدا. الاهلي امبارح عمل مباراه قويه جدا، وقدر اللي هو في الشوط الاولاني يسجل 3 اهداف ويخلص المباراه. وطبعا الاهلي كان محتاج كده علشان يريح اللاعبين لمباراه سان داونز. طبعا انت عارف ان الاهلي عنده مباراه قويه جدا مع سان داونز يوم السبت القادم الساعه 9 بتوقيت القاهره. فلازم الاهلي يكون مخلص المباراه بدري بدري. وكل اللاعبين جاهزين، كل اللاعبين جاهزين باستثناء اكرم توفيق وكريم فؤاد، دول اللي غايبين عن مباراه الاهلي امام سان داونز. وبرونو سافيو خلاص جاهز لمباراه سان داونز. والناس اللي بتسال برونو سافيو ما بيلعبش ليه، برونو سافيو كان عنده اصابه من قبل كاس العالم. عشان بس الناس بتطلع تقول برونو سافيو عاوز يمشي والكلام ده، لا الكلام ده غلط. برونو سافيو كان عنده اصابه وكولر كان مقعده. كولر ما كانش عاوز يلعبه كاس العالم، خايف لا يصاب اكتر وما يلعبش فتره طويله. فكولر قرر اللي هو يستبعده من كاس العالم. وبرونو سافيو كمان جاهز لمباراه سان داونز. يعني برونو سافيو كل الفتره دي كان بيتعالج وجاهز لمباراه سان داونز، وان شاء الله هيبقى ليه دور في مباراه سان داونز. امبارح طبعا شفنا كهربا كان اساسي، وكهربا امبارح لتاني مره بيثبت لكولر اللي هو لازم يكون في التشكيل الاساسي، ما ينفعش يكون احتياطي. كهربا امبارح سجل هدفين، هدف اتلغى وهدف احتسب، فلازم نشوف كهربا اساسي. وامبارح برضه شفنا زي حسين نزل في الشوط الثاني، وايضا مروان عطيه وخالد عبد الفتاح. مروان عطيه بصراحة كان عامل مباراة امبارح 10/10، وبالنسبة لي هو أعلى تقييم في المباراة دي مع حسين الشحات طبعا. وايضا خالد عبد الفتاح، انا كنت قايل لكم في مباراه الهلال السوداني اللي الاهلي هياخد خالد عبد الفتاح مع السودان وهو اصلا موقوف، علشان لما يرجعوا من السودان على اسوان خالد عبد الفتاح هيلعب في مباراه اسوان. والحمد لله خالد عبد الفتاح لعب في مباراه اسوان وعمل مباراه قويه جدا امبارح. كده المفروض نقول ان دي صفقات كويسه. خالد عبد الفتاح صفقه كويسه، وكمان مروان عطيه صفقه كويسه. لسه بقى احمد قندوسي لو اثبت لنا اللي هي صفقه كويسه، هنقول عليه اللي صفقات يناير حاليا اقوى صفقات للاهلي من منذ فتره طويله. بخصوص بقى كده صفقه موليكا، انا كنت وعدتكم امبارح بعد مباراه اسوان هعمل لكم فيديو مفاجاه لموليكا. طب ايه هي المفاجاه؟ الاهلي هيخش في صفقه موليكا، والاهلي بيكلم مع الفريق التركي علشان موليكا يجي النادي الاهلي. طبعا انتوا عارفين القصه اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، اللي اليو ديانج جاله عرض من تركيا وهيمشي. السبب في الموضوع ده هو موليكا. النادي التركي عاوز اليو ديانج والاهلي عاوز موليكا. طب الدنيا هتمشي ازاي حاليا؟ عشان بس اطمنكم الاول، مفيش عرض رسمي لاليو ديانج. يعني اليو ديانج ده كلام، او لسه مفيش عروض رسميه اتقدمت له بشكل رسمي. لكن انا شايف ان الاهلي هيخلص مع موليكا بشكل رسمي. وخدوا بقى من الكلام ده، الاهلي هيفضل ماشي ورا موليكا لحد ما يخلص الصفقه. وخدوا بقى من المفاجاه، الاهلي بيفاوض موليكا للصيف، وموليكا مساله وقت. والاهلي هيخلص معاه بشكل رسمي، سواء بدخول اليو ديانج كصفقه تبادليه او الاهلي هيخلص معاه عادي بشكل طبيعي. طيب عشان الاهلي يخلص الصفقه بدري ويخلص، النادي التركي عاوز اليو ديانج. فالاهلي علشان يفرط في اليو ديانج هتبقى صعبه، تبقى صعبه شويه، محدش هيعوض مكان اليو ديانج. لكن انا عندي البديل، وهو بيلعب حاليا في الدوري المصري لكن جنسيته افريقي مش مصري، وبيلعب في نادي منافس للاهلي مش الزمالك. طبعا يعتبر معظمكم عارفينه. وانا هقول عليه في حال رحيل اليو ديانج، هقول عليه ان الصفقه دي لازم تيجي هو كبديل لاليو ديانج، ومش هيحسسك غياب اليو ديانج. هو اليو ديانج لو غاب هيبقى مؤثر شويه لان اليو ديانج اقوى منه، لكن اللعيب ده هيبقى قوي، هيعوضك
بديانج، هتحس ديانج موجود مش غايب. لكن انا بقول اهو المفاجاه ان خلاص الاهلي بيفاوض موليكا، وموليكا هيبقى مساله وقت وهينضم للنادي الاهلي. لكن قصه الاليو ديانج هيرحل لتركيا خبر مش مؤكد. هيرحل دي هيبقى مكانه صفقه موليكا، يعني خدوها كده، موليكا لو ما جاش الاهلي بدون رحيل اليو ديانج فخلاص الصفقه موجوده مع النادي الاهلي، واليو ديانج كمان موجود مع النادي الاهلي. لكن رحيل اليو ديانج لتركيا اعرف ان موليكا هيجي النادي الاهلي. كده الكلام خلص عن صفقه موليكا. موليكا مساله وقت. طب حاليا لو موليكا جه مين اللي هيمشي من النادي الاهلي؟ الاهلي حاليا في 6 لعيبه اجانب، المفروض يمشي واحد عشان موليكا يلعب، او اي صفقه افريقيه مش شرط يكون موليكا. مين اللي هيمشي؟ كان في كلام ان في حال لو الاهلي تعاقد مع موليكا في يناير مش في الصيف، كان سافيو كان هيخرج على سبيل الاعاره للدوري المصري. لكن في الصيف هيبقى الدنيا مختلفه تماما، لا اما بيرسي تاو هيخرج على سبيل الاعاره او نهائي، بس النهائي ده هيكون بره مصر. وسان داونز الجنوب الافريقي بيحاول يتعاقد مع بيرسي تاو من حوالي سنه، ولو سافيو رحل هيرحل على سبيل الاعاره في الدوري المصري مش النهائي. بس هي دي كل القصه بخصوص صفقه موليكا وبخصوص اللي هيرحل في حاله تعاقد مع موليكا او اي لعيب اجنبي. بعد الفوز بالامس امبارح على اسوان، الاهلي في الصداره ب 40 نقطه بالعلامه الكامله بدون اي هزائم. الحمد لله طبعا وما شاء الله على النادي الاهلي اللي هو قدر اللي هو يخلص الدور الاول، او يعتبر اللي هو يخلص معظم مباريات الدور الاول ب 40 نقطه بدون اي هزائم، ودي حاجه كويسه جدا. وان شاء الله الاهلي يحقق بطوله الدوري السنه دي. وبس كده وكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. اشوفكم على خير، مع السلامه.